شقاية وتعبي اهو. مرضتش اوثق معاكم رحلة المعطر واخر مرحلة غير معاكم في الفيديو، واوريكم كل اللي انا عملته وتعبت عشان انتوا اخواتي وبتفرحوا معايا وبتحبوا كل حاجة جديدة انا بعملها، تعرفوها وبتستفادوا منها. بحبكم جدا. تعالوا مع بعض نبتدي نرش المعطر وافرجكم انا عملت ايه. طبعا هو باين. يلا بينا. وبرافو للناس اللي خمنت صح. ايوه انا غيرت الديكورات بتاعت الشقة والدهانات. يلا بينا نشوف. كده انا دخلت من باب الشقة اهو. بصوا شايفين؟ قولوا لي ايه رأيكم؟ في حاجات ناقصة لسه، في يونت هجيبها هنا بس طبعا عشان احنا يعني النهارده ليلة العيد فملحقتش اجيبها، احنا لسه مخلصين امبارح فالموضوع كان صعب جدا جدا يا جماعة. انا لسه راجعة من بره وبوريكم اهو. شايفين؟ بصوا كمان دي. ايه رأيكم؟ اهو عملنا كمان شغل البانوهات ده هنا اهو. وهنا كمان حبيت اعملهم يعني بطريقة بسيطة كده وخفيفة. ودي الركنة كانت برضو هتتغير بس للأسف الوقت ما ساعدناش. اهو فرشنا وخلصنا الحمد لله ومستعدين للعيد اهو. تعالوا ندخل كمان الريسبشن اهو. طبعا اللي هتلاقوها على السفرة ده دي بواقي العدة بتاعت جوزي لسه هيشيلها بس اهو. نجفة طبعا انتوا عارفينها اهو. بصوا ايه رايكم في الدهانات؟ هنا هجيب طابلوهات كده وهحطها بس ايه بعد العيد بقى علشان احنا اتهلكنا اهو. قولوا لي ايه رايكم؟ انا دوشتكم وجمعته لكم كل ده في فيديو واحد علشان خاطر يبقى كله متجمع وتاخدوا المراحل من اولها لاخرها. بصوا ايه رايكم في بديل الرخام ده ودرجته ولون التجاليد؟ لون التجاليد يا جماعه خطير. بصوا تحفه. يلا بينا بقى نرش مع بعض المعطر. عايزه اوريكم الاوضه. انا ما دهنتش غير دول بصراحه يعني عشان ما اكدبش عليكم لان الوقت ما ساعدناش خالص بس الباقيه تاتي يعني اهو. احلى لحظه في عمري كله مش في اليوم. على الستاير زي ما احنا متفقين. ايه رايكم بقى؟ إيه رايكم في الشقه وفي شعري اهو؟ عايزه اقول لكم ما جبتش لبس العيد علشان لا تفكروا ان انا بخبي عليكم حاجه. عندي حاجات جديده كده هلبسها وهوريها لكم، يعني حاجات عندي انا مشتريتهاش. قولوا لي بقى جبتوا لبس العيد ولا لا؟ محدش يتكلم في الاضاءه بعد كده. اضاءه اتغيرت، تليفون اتغير، كله اتغير. كل ده عشان خاطركم علشان اعمل لكم احلى حاجه. انا بحبكم جدا جدا جدا. بعتذر لو الفيديو هينزل بعد العيد، ما اعتقدش هينزل قبل. بس بجد انا اتضغطت ضغطه صعبه جدا بس هنزل لكم كل حاجه مش هنساكم في التصوير. هو ده الحاجه الوحيده اللي هتبسطكم. بحبكم قوي وشكرا على كلامكم الجميل والناس الجديده اللي داخله متابعاني وبتعرفني ان هم جداد. بحبكم بحبكم. اهلا بيكم منوريني ومكتريني وعلى راسي ونفسي اقعدكم معايا في الشقه هنا. ايه رايكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واشوفكم في الفيديو اللي بعد ده بتاع ليله العيد بقى والتجهيزات. مع السلامه. قلت بقى لازم اوريكم برضو الملايه الجديده
اهو. جبت الستاره بتاعه الريسبشن هنا اللي احنا كنا حاطينها على وشه كده من بره. وادي كده ايه الملايه الجديده. مش عارفه ليه يا جماعه، بعد ما جبتها حسيت انها مكهربه عينيا. هي متكرمشه شويه عشان انا فرشاها من امبارح ونمنا عليها. بس ايه رايكم؟ اهو. وكمان حطيت السجاد البينك ده عشان يليق مع الملايه. اهو كومودينو عليه مفارش. التنجيل بتاعي الكبير ده قوي عشان بحبه. اهو. التسريحه هنا اهي. طبعا انا كنت بعمل ميك اب وحاجات الصبح فالدنيا متبهدله، بس كل ده هيرجع. هنا بقى مش هقدر اوريكم بسبب كميه الغسيل اللي عايزه تتطبق. وده غسيل برضو نضيف على الشماعه. اهو. تعالى اوريكم ملايات اوضه الاطفال برضو عشان جديده. دي ملايات اوضه الاطفال. انا كنت قاعده هنا اول امبارح وانا بعمل عشان كنت تعبانه بصراحه، فهتلاقوا السرير منعكش. دي حاجات يعني بعملها في الاواخر كده. السرير التاني عليه غسيل برضو اهو. وادي هنا كده البديل اللي احنا عارفينه جايبينه مع بعض العيد اللي فات. ودي بتاعه الركنه لسه هتتكيس. انا قلت اوريكم دي الترابيزه بتاعه الشغل بتاعتي فمخليها هنا بس اهو. قلت اوريكم عشان برضو تبقوا شفتوا الحاجات الجديده معايا اهو. ودي حاجات لسه هتتركب يعني مش مرميه مكركبه، حاجات هتتركب لسه في الشاشه. مش قادره اوصف لكم الريحه والجمال والراحه النفسيه بجد. يلا بقى نخش على الايه اللي كان كارثه كبيره. المطبخ فرشته اهو. طبعا الحفاظات دي كلها انا جايباها جديده العيد اللي فات اهو. دي حاجه انا لسه جايباها دلوقتي وانا طالعه. بوتاجاز اهو زي الفل. حطينا كمان مع بعض المطبقيه الجديده دي شويه مواعين غسلتهم امبارح. وحطيت 4 اطباق من ال6 اللي احنا جبناهم وريتها لكم. استنوا اهو. يا جماعه كيوت جدا. بصوا محطوطه في مكان قد ايه، شايفين؟ بصوا بصراحه حلوه جدا عجبتني قوي. وهنا كده بصوا عملت ايه. حطيت ازازه الزيت والخل. كمان هنا روقت الارفف دي. بصوا كتكوت ده. ورصيت كل حاجه في مكانها اللي انا بستخدمها. اللي الناس الجديده هتقولوا لي انت ليه عامله كده، عشان انا مطبخي مش كبير وبحبه جدا، فالحاجات دي انا بستخدمها. فانا عملت الارفف دي علشان خاطر يعني ما كانش ليها مكان وكده. بصوا هتلاقوني مستغليه كل حته يعني. وادي الارضيه والتلاجة اهي. الترابيزه دي عليها الميكرويف. والسجاده بديل السجاد دي وبس. هدوء بقى. بصوا النور مطفي. شايفين بقى شويه الهدوء. يا مساء الفل على حسب ما بتشوفوني او صباح الفل، علشان انا عامله لكم الفيديو ده متاخر شويه لان اليوم بتاعي ابتدى متاخر شويه. النهارده ليله العيد. كل سنه وكلنا طيبين وبخير، كلنا طيبين وبخير، ويا رب دايما عايشين في سلام وامان، وربنا يحفظ مصر ويرفع الحروب عن كل البلاد. بصوا انا كنت مكمله معاكم الفيديو بتاع الشقه لان انا كملته النهارده لان احنا خلصنا امبارح. عايزه اقول لكم الجو تلج، ما قدرتش البس البيجامه بتاعه العيد. بصوا بقى الدنيا نضيفه وجميله ازاي. دي طلبات انا لسه مشتريها اهي. ف تعالوا كده مع بعض اوريكم بيجامه العيد. انا شكلي هلبسها بكره لو الجو اتظبط، لو ما اتظبطش مش هقدر. انا لابسه شتوي او البيجامه بتاعتي العاديه اهو. بصوا دول 2 وبالصدفه يعني الاتنين صفر. دي شكلها اهي. الرجل كده فيها دانتيل. هما 4 قطع، شورت وبادي حمالة وبنطلون وبنص كم يعني اهي. بصوا فيها دانتيل اهي باينة. ودي اهي مش عارفة انا كنت شايلة الورقة بتاعتها. دي خطيرة بصراحة. تقريبا هلبس دي بكرة. بصوا البنطلون بتاعها كارو كده اهي.
والكتف فيه حركة الدانتيل ده انا بحبها قوي اهي. وده شكل البنطلون بتاعها اهو. فهلبسها بكرة زي ما قلت لكم. يلا بينا بقى مع بعض نحط الحاجة بتاعة العيد ونظبط الدنيا. عايزه اقول لكم بجد تعبانه جدا جدا. انتوا اكيد شفتوا في الفيديو اللي قبل ده التعب والمجهود اللي مرينا بيه. كان صعب جدا جدا بجد. انا حتى يعني شعري كده انا مش مستحملاه، فهلمه كله. عايزه اقول لكم كميه غسيل عماله اغسل فيها. يعني انا بكلمكم والغساله شغاله، وغسيل على الحبل وغسيل ورايا عايز الطب، بسبب ان كانت في حاجات متعطله ومش عارفه اغسلها بسبب ان انا كنت شغاله. مش عارفه التوك دي ليه ما بتعيش كده. دي اخضر اهي زي الترنج اللي انا لابساه. بس مش هعمل اي حاجات اوفر عشان المفروض رايحه بكره الكنيسه. مش عايزه ابهدل بشرتي يعني. عايزه اقول لكم عشان اقف اكلمكم كده انا واخده مسكن يعلم ربنا. حدد كده اللي سألني عليه ده سيبال بس طبعا درجاته اتمسحت مني كلها جايبه الدرجه دي ودي. معلش الاضاءه هنا مش حلوه هظبطها، بس بره ملكوش حاجه. بس وهلم شعري كده عشان لسه هنفطر. وتعالوا بينا مع بعض نشوف قداس العيد اهو. احنا في التهنئه دلوقتي اهي. وزيرة الثقافة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد جوهر نبيل انا عايزه اقول لكم مش قادره اتكلم. في شنطه جبتها تعالى اوريها لكم دلوقتي. اقعدوا هنا بصوا. لسه جايبه الشنطه دي مش للعيد بس عجبتني اهي. حسيتها كده تقفيلها نضيف وشكلها نضيف وما عنديش الدرجه دي خالص. جيب من هنا وفي جيب في الظهر من جوه كده مش عارفه قطيفه ولا شمواه كده خطير، وفيها حركه ال في من هنا كده عجبتني قوي بصراحه. وفي جيبين اهم من هنا ورا، لا ورا مفيش، مليانه جيوب يعني. عجبتني قوي وخامتها كمان الجلد بتاعها يعني يمكن باين قدامكم كده نضيف. كبيره وتشيل كل حاجه. هحطها كده في الكيس بتاعها وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. اهم الكيس ده اهم كيس. كل سنة وكلنا طيبين وبخير. هنا كده كنت كمان دخلت على المطبخ علشان اجهز التحضيرات او فترة العيد او مقبلات العيد او تسالي العيد زي ما بتقول، وانا مش عارفة اصلا يعني هي اسمها ايه. جبت الطبق الاكريليك ده. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد مريحني جدا ونضيف جدا وحاجه كده عمليه وشيك. بتحطيها وبتقفلي الغطا عليها. وكمان هلغي الشياله وهجيب حاجه تكون بتتغطى كده برضو علشان يعني هي بصراحه حاجه محترمه جدا ونضيفه. كمان بتحمل حاجه من انها مثلا دبان يقف عليها اي حاجه تيجي جنبها. فبصراحة حبيتها جدا يعني.
شفت طبق زيه كده متقسم اجزاء، الحاجات دي، فان شاء الله هجيبه يعني. بس الحقيقة العيد دوت ملحقتش اجيب حاجات كتير بسبب الشقة. زي ما انتوا شفتوا كنت بروح الشغل وباجي اكمل وانضف. عايزه اقول لكم يا جماعه والله تعبت جدا جدا فوق ما انتوا تتخيلوا. الموضوع ما كانش سهل زي ما الناس ما بتفكر. انا واحده من الناس كنت مفكراه سهل جدا، بس الموضوع طلع مرهق لأبعد حد، يعني بطريقه ممكن ما حدش يتخيلها. وكمان زي ما انتوا شفتوا انا مدهنش الشقه كلها، انا كمان يا دوبك عملت صاله وريسبشن بس. الموضوع صعب. لو سهل انتوا عارفين انا هقول. كنت نزلت بقى فطرت قبل ما اجهز الفتره ديت او التجهيزات التسالي. كنت نزلت فطرت عند حماتي وحماية وطلعت عملت التسالي دي و نشرت ونمت. الكلام ده كان الساعه 4 الفجر. يعني انا حتى يوم العيد كنت بغسل برضه وحطها لكم في الفيديو. فالحمد لله على كل حال، ربنا يديم الايام الحلوه وربنا يديم في حياتكم الشغل اللي بيكون متعب يجي من بعده راحه والنتيجه بتكون كويسه. ده احسن انواع الشغل بجد. العيد ده برغم انه عدى صعب عليا جدا وما عملتش فيه كل حاجه انا عاوزاها، بس اللي انا عملته فيه كفى ووفى يعني. فالحمد لله على كل حال. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. بحبكم قوي.